نشر البروفيسور جيمس دورسي من جامعة نانيانغ بسنغافورة كتابا في الولايات المتحدة ذكر فيه أن الصين تأمل في إقامة علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وأن هذه العلاقات الطيبة تأتي عن طريق شراء المال بالمال، وبذلك تستطيع الصين السيطرة على الإيغور الذين يعيشون في البلدان العربية، وتأمل في التخلص من سكان تركستان الشرقية عن طريق الضغط على هذه الدول لتسليم الإيغور للصين. في نشرة الأخبار الوطنية، نشر الصحفي والكاتب شيزي ماوي تقارير مفصلة حول مختلف عمليات الاضطهاد التي تمارسها الحكومة الصينية ضد الإيغور، ومدى خطورة الوضع الراهن، وكيف أنه لا يمكن للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى التدخل في هذه القضايا. يتعرض الإيغور الذين يعيشون في بلدان أجنبية لخطر احتجازهم وإرغامهم على العودة إلى الصين، ومن الممكن إعادتهم إلى أوطانهم في أي وقت، وإذا تمت عملية إعادتهم إلى أوطانهم قسرا فذلك يعرضهم لانتهاكات خطيرة والسجن لسنوات عديدة. ويتعرض الإيغور للاضطهاد والانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة الصينية، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي وحرية العقيدة والقيود المفروضة على الحقوق الاجتماعية والثقافية. وإذا تم ترحيل الإيغور قسرا إلى الصين فذلك يعرض حياتهم للخطر. بحسب وكالة شينخوا واشنطن، في 17 من يوليو قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إنه يثق في استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. ذكرت الأمم المتحدة أن الروهينجا الذين فروا من عنف قوات الأمن الميانمارية ولجأوا إلى بنغلاديش يأملون في العودة إلى ديارهم كمواطنين.